لو بتستهلك سلطة نيكوتين فانت في الغالب بتستهلك اكتر من احتياجك. الفري بيز بيعمل خبطة في الصدر وحرقة في الزور. سلطة نيكوتين ناعم وهادي، ولو ما خدتش بالك ممكن تاخد احتياج اكتر من اللي انت عايزه بكتير. لو انت داخل عالم الفيب نفسك حد يشرح لك الفرق ما بين الفري بيز والسولت، تعالى كده نلمهم مع بعض بسرعة. فري بيز هو الشكل الحقيقي للنيكوتين الطبيعي، مادة طبيعية نسبة البي اتش بتاعتها 9 في مقياس الحموضة والقلوية، وده بيخليه يديلك حرقة في الزور جامدة شويتين، مناسب للناس اللي عايزة خبطة في الزور جامدة. هنا فري بيز موجود دي ال يعني نفس شيشة، موجود ام تي ال يعني محاكاة لنفس السيجارة. اشتغل في الغالب على المدات والتنكات او بتركيز عالي 18 نيكوتين وانت طالع على البوت سيستم. تركيزاته عامة من 3 نقدر نقول ل 18، في بعض المنتجات موجودة 24 بس دي قليلة قوي. النيكوتين السلط بقى جت فكرة إضافة بعض أملاح حمضية على النيكوتين القلوي علشان ينزله ويخليه سائل حمضي زي حمض البنزويك وأحماض تانية، عشان ينزل البي اتش تقريبا ل5 فالنفس يبقى ناعم وسلس. طب ايه المميزات؟ اولا وصوله للدم اسرع ب 30-40% من الفري بيز، ده رقم واحد. رقم اتنين مفيش ضربة زور هنا، هو تحسسك بحاجة وحرقة، بس هنا بقى تيجي المشكلة انك مش بتحس بحاجة هنا، هو حسب كمية النيكوتين اللي انت بتستخدمها. فناس كتير بتلاقي نفسها بتستهلك كمية نيكوتين اكتر من غير ما تاخد بالها. السلط النيكوتين عامة بيبقى موجود بتركيزات أعلى، بداية من 20 لحد 50 مللي جرام، والسلط النيكوتين بشكل عام ما بيشتغلش إلا على البوت سيستم، ما بيشتغلش على أي أجهزة تانية. فري بيز ضربة قوية، تحكم في النسب أحسن لأنك بتقدر تحس بيه، فبيخلي بنسبة نهائية عدد السحبات اللي بتاخدها أقل. السلط من الناحية التانية نفس سلس وهادي، إشباع أكتر، ولكن ممكن تلاقي نفسك بتستهلك كمية أكتر من اللي أنت كنت متعود عليها وأكتر من اللي أنت محتاجها. لو أنت واحد عايز تحس بكمية النيكوتين اللي أنت بتستهلكها خليك في الفري بيز، لأنك هتقدر تحكم كل ما نسبة النيكوتين بتزيد الحرقة هنا هوت في الزور بتزيد معاك. لو محتاج حاجة سريعة ومريحة في نفس الوقت، أكتر حاجة تساعدك أول ما تيجي تبطل الداتا ستيكس تروح للسلط، بس لازم تراقب وتبقى متابع استخدامك علشان ما تقعش في الفخ بتاع إنك بتاخد كمية أكتر من اللي أنت محتاجها. كل اختيار من الاتنين ليه مميزاته وليه عيوبه. قول لي بقى هنا في الكومنتات انت ابتديت بفري بيز ولا ابتديت بسلط، وهل ابتديت بحاجة ونفسك تجرب الحاجة التانية، وانا ممكن اساعدك واوجهك. سلام.